تاريخنا مليان حكايات، وحوا ليها دور كبير على مدار التاريخ. حوا النهاردة هي أسمهان. اتولدت سنة 1912. اسمها الحقيقي أمال فهد إسماعيل الأطرش. والدها كان بيشتغل مدير في القضاء التركي. حصل خلاف بينه وبين السلطات التركية، اضطر يرجع سوريا هو ومراته وولاده فريد وفؤاد، وأخد أول مركب لسوريا. وفي نص البحر اتولدت أمال الأطرش. كانوا من عيلة كبيرة جدا في جبل الدروز. وفي سنة 1924 اتغير حالهم من حال لحال بعد وفاة والدهم. اضطرت الأميرة علياء لما حصل الثورة السورية إنها تسيب البلد وتنزل على مصر هي وولادها. باعت كل ذهبها علشان تقدر تصرف عليهم، وبعد ما الفلوس خلصت اضطرت تدور على شغل. كانت بتغني في الأفراح علشان تقدر تصرف عليهم، ومن هنا بدأت تظهر موهبة أمال وبدأت تعمل اسطوانات. كان فريد لسه بيشق طريقه وحياته الفنية. وفي يوم من الأيام عزم الملحن داوود حسني عندهم في البيت. سمع أمال وهي بتغني، بعد قال لها تعالي كده غني قدامي. غنت لعبد الوهاب، أبهرته بصوتها. قال لها أنا كان عندي بنوتة كنت بدربها على الغنى تشبهك تمام، لكن كان اسمها أسمهان، بس للأسف ماتت. أنا هسميكي أسمهان. شاركت أخوها فريد في الغنى في صالات شارع عماد الدين. ابن عمها حسن الأطرش عارف إنها بقت مغنية، جه على مصر علشان يشوف الموضوع ده ايه حكايته، لان بالنسبه له عيب جدا ان واحده من اكبر عائلات جبل الدروز تكون مغنيه. لكن اول ما شافها وقع في حبها. اتجوزها سنه 1934 وعاشت في جبل الدروز في سوريا. قعدت 6 سنين وجابت بنت اسمها كاميليا. طلبت تنفصل، ما كانتش قادره تعيش في الجبل، وبصراحه اكتر ما كانتش بتحب جوزها. رجعت على مصر وبدأت مشوارها سنة 1941، وعملت أول فيلم ليها اسمه انتصار الشباب مع أخوها فريد الأطرش. كان مخرج الفيلم أحمد بدرخان. عرفته وقربت منه وتعرفت عليه أكتر، وطلبت منه هي الارتباط لأنها كانت هتموت وتاخد الجنسية المصرية، بس للأسف انفصلت عنه قبل ما تاخد الجنسية. وفي سنة 1940 تعرفت على أحمد حسين رئيس الديوان الملكي، وطبعا بقت عدوة الملكة نصدي. وده كان بسبب العلاقة اللي كانت ما بين أحمد حسين والملكة نصدي، لأنها كانت بتحبه لدرجة الجنون. فقررت إنها تطردها من البلد، وبالفعل حسين سري نفذ القرار. اتصل بيها وقال لها فترة إقامتك انتهت وغادري مصر خلال أسبوع. وقتها كانت صديقة أحمد سالم معشوق النساء وقتها، وبعلاقاته قدر يوقف القرار. وبعدها بفترة اتجوزته وأخدت الجنسية المصرية. أحمد سالم كان بيغير عليها غيرة جنونية لدرجة إن هو لما شك فيها مرة ضربها بالنار، بس الرصاصة ما جتش فيها. اتصلت على طول بالنجدة، ولما النجدة جت حصل تبادل إطلاق نار واتصاب في صدره، وراح المستشفى في غيبوبة وفضل فيها فترة. أسمهان كانت عميلة للمخابرات البريطانية، طلبوا منها إنها تساعدهم ضد الألمان والإيطاليين في سوريا. هي وافقت طبعا لأنهم عرضوا عليها مبلغ كبير جدا. اتعاملت معاهم وبقت تمدهم بالمعلومات اللي هم عايزينها، وكانت بتنفذ كل حاجة تطلب منها. ومن جهة تانية ان الألمان عرضوا عليها انها تتعاون معاهم مقابل ان سوريا تحصل على استقلالها من فرنسا. طبعا هي وافقت، بس القوات البريطانية عرفت ان هي بتتعامل مع الألمان، وطبعا بدأوا يهددوها. في نفس الوقت كانت بتعمل فيلم اسمه غرام وانتقام، كان آخر فيلم ليها مع يوسف بيك وهبي. كان عليها ضغوط كتير جدا من كل ناحية، أحمد سالم شوية، المخابرات البريطانية والألمان شوية، حاجات كتير متراكمة فوق بعضها. اقترحت عليها صاحبتها ماري كلادا إن هي تروح تقعد في راس البر، ده كان مكانها المفضل. وبالمرة تقابل صديقها الصحفي محمد التبعي. على فكرة كان أول علاقة حب في حياة أسمهان، كانوا بيحبوا بعض لحد ما طلبت منه الارتباط. هو ما وافقش، لأن أسمهان شخصية ملولة جدا، بتمل من كل حاجة بسرعة، يعني مش بتاعت مسؤولية. أسمهان قطعت الفيلم وأخدت أجازة علشان تنزل راس البر. وهم في طريقهم لراس البر انحرفت العربية ناحية ترعة الساحل، وقعت العربية وغرقت، وماتت هي وصاحبتها اللي شاركتها رحلة الموت. أما السواق ما تصابش بأي أذى واختفى بعد الحادثة على طول. وفضل هنا سؤال يدور ملوش أي إجابة: مين ورا موت أسمهان؟ حادثة مدبرة بفعل فاعل ولا قضاء وقدر؟ يعني هل ورا موتها أم كلثوم اللي قالوا عنها أنها بتكره أسمهان لأنها المنافسة الوحيدة لها في وقتها، وده طبعا ما كانش له أي أساس من الصحة؟ ولا جوزها أحمد سالم اللي حاول يقتلها قبل كده
وده احتمال بعيد لأنه كان في غيبوبة وقتها، ولا حسن الأطرش اللي كان جوزها السابق اللي رجعت له علشان مصلحتها واتطلقت منه تاني، ولا الملكة نصدي علشان تبعد أسمهان عن حياة أحمد حسن لما عرفت إنه كان بيحبها، ولا المخابرات البريطانية اللي قطعوا عنها الفلوس اللي كانوا بيدوها لها لما عرفوا إن ولائها مبقاش ليهم وهددوها قبل كده. الله أعلم. في الأول والآخر هي ماتت. يوسف بيك وهبي قال في لقاء تلفزيوني إن هو غير نهاية فيلم غرام وانتقام اللي كان بطولة أسمهان، غيره بموت البطلة، واستعان كمان بجثمانها بعد لما جابوه تكريما ليها. نهاية أسمهان كانت مؤسفة جدا. ماتت وهي لسه في أول عمرها وهي عندها 31 سنة علشان تنتهي قصة حياة الأميرة أسمهان اللي اتولدت في المية وماتت برضو في المية.